اوكي، انا عارف ان احنا متعودين كل يوم جمعه بينزل فيديو جديد، والنهارده مش الجمعه، ولكن ده فيديو مختلف شويه، يعني فيديو مهم جدا كان لازم انزله اول ما القناه ترجع. صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. للاسف الفتره اللي فاتت تعرضت لموقف وحش جدا، وهو ان قناتي اتسرقت. القناه اللي انا بشتغل عليها بقالي اكتر من 5 سنين دلوقتي، القناه اللي بدات الاقي فيها نفسي واللي بدات اشارك فيها المحتوى معاكم، فجاه واحده ما بقاش ليا اكسس عليها، حد سرقها مني. مش بس كده، كمان كان بيحاول يسرقكم انتوا، والطريقه اللي القناه اتسرقت بيها هي طريقه يعني غريبه جدا. فانا النهارده جاي اشارك معاكم ايه اللي حصل معايا، وازاي عرفت ارجع القناه تاني بعد ما اتسرقت، وايه اللي حصل اصلا، يعني ايه الحكايه، واللي بيسرق القناه دوت بيسرقها اصلا ليه. خليني بس اقول لكم ان ديت مش اول مره القناه تتسرق فيها، من كذا سنه القناه اتسرقت وهي لسه بتتعمل، ولكن كانت طريقه السرقه طريقه روتينيه جدا. فتحت حد بعت لي لينك عشان شغل، فتحت اللينك دوت ودخلت الايميل بتاعي والباسورد على اساس ان انا اعمل ساين ان في الجيميل، ولكن ما طلعش اصلا ديت صفحه الجيميل، وحد سرق القناه. وفي نفس الوقت هو بدا يحاول بقى يغير الباسورد بتاع القناه، فانا عرفت ارجع تاني لاني شفت ان في حد بيحاول يخش على القناه، وفي حد بالفعل عرف يخش على القناه. فكانت مساله سرعه مين يطلع التاني الاول، وانا كنت لسه ليا اكسس على القناه، فعرفت اطلع الهاكر دوت. وديت كانت طريقه بدائيه جدا. وبعد كده على مدار السنين شفت قنوات كتير جدا بتتسرق، وبدانا احنا في الكوميونتي بتاعنا في يوتيوب كل واحد بقى يشارك الطريقه اللي اتسرق بيها، فعارفين ايه الطرق اللي القنوات بتتسرق بيها من الاخر. وعشان كده كنت حريص جدا ان انا امن القناه بتاعتي بكل الطرق الممكنه، عشان كده مفيش اي حد كان يعرف الايميل بتاع القناه بتاعتي. يعني تحت الفيديو هنا هتلاقوا فيه ايميل حاطه، ده ايميل البيزنس بتاعي. اي ايميلات شغل بتوصل لي على الايميل بتاع البيزنس دوت، ولكن الايميل بتاع القناه نفسه محدش يعرفه، مش عامل بيه اي حاجه على العالم ده كله، مش رابطه بفيسبوك، مش رابطه بانستجرام، هو ايميل مجهول اصلا محدش يقدر يوصل له. طبعا كنت حاطط له باسورد قوي جدا، وكنت عامل ان مفيش حد يقدر يخش اصلا على الايميل حتى انا، غير لما ادخل الباسورد وبعد كده ادخل الكود اللي بيجي لي على رقم تليفوني الشخصي. فلو في حد هيحاول يسرق القناه وعرف يجيب الايميل وعرف يجيب الباسورد، لازم يسرق موبايلي او يبقى معاه اكسس على موبايلي ويفتح الموبايل ويشوف الرساله اللي جايه لي عشان يبدا يخش على القناه. وبعد كل دوت في ورقه مكتوب فيها 8 اكواد، ال8 اكواد دول اسمهم باك اب كودز. لو انا حد دخل على القناه وغير الباسورد، او حد دخل على القناه وانا مش عارف اخش على القناه، بستخدم اي كود من ال8 اكواد دول وبقدر اخش على القناه مره تانية، والكود دوت خلاص مش بيبقى موجود تاني، تقدر تستخدمه لمره واحده بس. طبعا كمان عامل ريكفري ايميل عشان لو حد حاول يخش على الايميل بتاعي، عندي ايميل تاني استبن اقدر اطلعه منه، بيجي لي رسائل ان في حد بيحاول يخش، وهكذا. عامل كل طرق الامان الممكنه. اللي حصل اني كان في يوم راجع عادي جدا من مشوار، كانت حفله للكريسماس وكنت مبسوط والدنيا جميله، لسه داخل البيت ولسه هقعد، لقيت فيه 3 ايميلات بيجولي على الايميل بتاعي، مش ايميل القناه، الايميل الريكفري اللي انا حاطه، وال3 ايميلات جم في وقت واحد. اول ايميل ان في حد غير الريكفري ايميل بتاعك، تاني ايميل ان في حد غير الباسورد بتاعك، تالت ايميل ان في حد عمل ساين ان على الويندوز بتاعك، التلاتة في نفس الوقت. انا كنت بتكلم في التليفون، قفلت المكالمه على طول وطلعت جري على اللابتوب بفتح بحاول، انا فهمت خلاص ان في حد حاول يخش على ايميل القناه ونجح وغير الريكفري ايميل وغير حاجات كتير جدا، وكل الايميلات جت في نفس الثانيه. يعني الطبيعي ان انا مثلا هغير الباسورد فهيجي لي ايميل، بعد كده يغير الريكفري اكونت فيجي لي ايميل تاني، لا الثلاثه جولي في نفس الثانيه. المهم رحت على اللابتوب وبعمل ساين ان على الايميل بتاعي بتاع القناه بتاعتي على اليوتيوب، والباسورد مش شغال. بيقول لي الباسورد اللي انت مدخله باسورد مش صح. في كذا طريقه تانية اقدر اخش بيها على الاكونت بتاع القناه، زي ما قلت لكم في اول الفيديو. في طرق تانية، في طرق عاملها ورقه اعمل لها باك اب كودز محدش يقدر يوصل لها غيري، يعني معايا في البيت بقالها فعليا اكتر من 4 سنين محدش يقدر يوصل لها غيري. رحت جبت الورقه، اكتب اول كود مش نافع، تاني كود مش نافع، تالت كود مش نافع، اروح على طريقه الريكفري ايميل اللي انا يبعت لي ايميل على الايميل التاني بتاعي اللي انا حاطه كريكفري ايميل، يقول لي الايميل دوت اتغير وانت حطيت الريكفري ايميل بتاعك نفس الايميل دوت. فانا عشان اخش على الايميل بتاعي في ايميل هيتبعت لي على الايميل بتاعي اللي هو مسروق، الاثنين نفس الايميل اللي هو الايميل بتاع القناه اللي هو اصلا اتسرق. طيب اجرب طريقه تانية، الاقيه بيقول لي دخل البصمه بتاعتك في الفلاشه اللي انت حطيتها كاضافه للسكيورتي. هو اللي سرق الاكونت بتاع يوتيوب بعد ما شال كل الخطوات اللي ممكنه اللي تخليني اقدر اخش، عمل خطوه كمان زياده ان في زي يو اس بي او زي فلاشه فيها فينجر برينت، انت بتدخل الفلاشه ديت في الكمبيوتر بتاعتك وبتحط الفينجر برينت بتاعتك او بصمه صباعك عشان محدش يقدر يخش على القناه غيرك. فهو عمل الحركه ديت باستخدام الفلاشه ديت، فمحدش يقدر يخش على القناه غير ببصمه صباع اللي سرق القناه. هو مش بس قفلها عليا من كل الطرق، ده كمان عمل اضافه لطرق جديده عشان يضمن ان انا مش هعرف
بعرف اخش غير ببصمه صباعه. طبعا انا ساعتها بجد ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، خصوصا ان انا عارف ان انا الفتره اللي فاتت مفيش لينكات دوست عليها، مفيش اصلا ايميلات جات لي فيها لينكات ويرد ممكن اكون دوست عليها، او مفيش حاجه عملتها تشككني في اللي انا عملت اكشن يدعي ان القناه بتاعتي تتسرق. ده غير ان القناه بتاعتي ما اتسرقتش، مفيش اي ايميل جالي بيقول ان في حد بيحاول يخش، حتى ده هو حد طلعني من جوه وكاني هو اصلا جوه من زمان. مفيش حد عمل ساين ان في الايميل بتاعي، مفيش حد قدر يعرف الباسورد بتاع القناه، مفيش حد حاول يعدي من خطوات السكيورتي اللي انا حاططها ونجح، لا ده هو كان جوه وراح مطلعني. طبعا ساعتها انا عارف ان الخطوه اللي كانت المفروض تتعمل ان انا اكلم الدعم بتاع اليوتيوب، لاني القناه خلاص اتسرقت وبدا ينزل لايف على القناه، وات ايفر لايف كان ايه. المهم ان كان الغرض من اللايف هو سرقه الجمهور بتاعي. طبعا اول ما سرق القناه راح مغير الصوره بتاعتها ومغير الاسم بتاعها كمان، فالفيريفيكيشن بادج او البادج اللي هو بتاع التوثيق من يوتيوب اتشال عشان الاسم اتغير. التوثيق دوت كان لاسمي انا، فلما حد بيغير اسم التوثيق دوت بيتشال. سمى اسم القناه تسلا لايف وراح منزل لايف على القناه بيدعي اللي هو حاجات لايلون ماسك. هو الهدف من كده ان يبقى في قناه عندها 125 او 130 الف متابع ومنزله لايف، فالناس تبدا تثق في القناه ديت فتخش على اللايف وتخش في اللينكات اللي طبعا ممكن يا اما تكسبهم فلوس منكم او تسرق بياناتكم او تسرق ايميلاتكم او المهم اللي هي حاجه مش شرعيه وحاجه مش صح. طبعا اول خطوه عملتها اللي انا خدت سكرين شوت من الكلام دوت ونزلته على انستجرام عشان الناس اللي بتتابعني هناك ما تخشش على اللايف تفتكر اللي انا منزله، لان طبعا كل الناس اللي عامله فولو ومشغله الجرس بتاع التنبيهات جالهم نوتيفيكيشن ان في لايف جه، فهم يعني مش عارفين ايه اللي بيحصل. في ناس طبعا كتير بقى تليفونات من كل حته، ناس بعتت لي على ماسنجر على انستجرام على فيسبوك يورجي القناه الحق الحق الحق. الفكره ان انا اصلا اكتشفت ان القناه بتسرق قبل ما اي حد يعرف، بسبب ان انا كنت قاعد على الموبايل لما جالي الايميل. انا اكتشفت ان الايميل اتسرق من قبل ما القناه تبدا يتغير فيها اي حاجه، ولكن انا وبحاول اعمل اي حاجه هو بدا يخش على القناه وكانت كل حاجه راحت من ايديا، ما كانش انا ليا اكسس على اي حاجه، ما كانش في ايدي اي حاجه اقدر اعملها وما عملتهاش. هنا بقى بدات ادرك ان الهاكر دوت مش جايب الايميل بتاعي والباسورد او مش حاول يخش على الاكونت بتاعي، لا هو موجود جوه اللابتوب بتاعي. هو دخل على الايميل بتاع الشانل وكاني انا اللي داخل من اللابتوب بتاعي عادي جدا، لان دي الطريقه حصلت مع كذا يوتيوبر تاني. فهو ما سرقش الايميل بتاعي ولا جاب الباسورد بتاعي، هو عمل هاكينج للكمبيوتر بتاعي نفسه اللابتوب واخد كل المعلومات اللي عليه وبقى داخل على الايميل وكاني انا اللي داخل على الشانل بتاعتي. فبفتح اللابتوب بخش على الايميل بتاع القناه، مش بيطلب مني باسورد لان انا اوريدي عامل ساين ان على الاكونت دوت. فبالبلدي كده اللي هو عامل اللي هو فتح اللابتوب بتاعي زي ما بفتحه، دخل على الايميل بتاعي، واللي عمل اللي هو قفل كل الاجهزه اللي عامله ساين ان من الاكونت دوت بما فيهم انا واللابتوب بتاعي وموبايلي، كل الاجهزه، غير الباسورد وغير الايميل اللي معمول له ريكفري، غير كل حاجه، وكمان عمل اد للسكيورتي ستيب زياده او خطوه امان زياده ان محدش يقدر يخش على الاكونت غير ببصمه صباعه هو. فلما ادركت ان مفيش حد عمل هاكينج للايميل بتاعي، لا ده عمل هاكينج لللابتوب كله، رحت قافل الواي فاي من اللابتوب وقفلته زي ما هو، وبدات بقى اشوف انا ممكن اعمل ايه وايه الخطوات اللي ممكن اخدها. فكان اول حاجه لازم اتواصل بالدعم بتاع يوتيوب باي طريقه. مؤخرا في برنامج من يوتيوب مصر عامله شبه ان في حد بيساعدك في الكونتنت بتاعك ويرشدك شويه تنزل ايه امتى وهكذا. فتواصلت مع الشخص دوت على طول، قلت له ان انا القناه بتاعتي اتسرقت، ولكن للاسف هو ما ردش عليا لغايه دلوقتي وما اهتمش بالموضوع ولا كاني هو ليه دخل بالموضوع خالص. فاللي عملته ان انا كنت عايز اتكلم مع اليوتيوب سبورت او دعم اليوتيوب عشان ابدا ابلغهم ان القناه بتاعتي اتسرقت واللي بينزل عليها دوت مش انا اللي بنزله، وهي دلوقتي مش في قدرتي اللي انا اخش عليها، فمحتاج مساعده من الدعم بتاع اليوتيوب. رحت مكلم صديقي بيتر ميلاد لان هو حصل معايا نفس الموقف قبل كده في القناه بتاعته وعرف يرجعها، ولكن هو للاسف كان بره ما كانش عنده امكانيه اللي هو يكلم لي السبورت او كده. فتواصلت مع عبد الرحمن هواري برضو يعني كتر خيره، راح مكلم لي الدعم بتاع يوتيوب. وبعد ما نزلت الستوري على الانستجرام تواصل معايا كمان محمد حكيم، يعني ثلاثه كتر خيرهم كانوا بيساعدوني بدرجه كبيره جدا وبسببهم القناه رجعت اصلا. فيعني قبل اي حاجه لازم اشكرهم جدا، يعني هم غنيين عن التعريف، اكيد انتوا عارفينهم كلهم، هتلاقوا الشانلز بتاعتهم تحت في الديسكربشن. المهم عرفنا نتواصل مع الدعم بتاع اليوتيوب ونقول لهم ان القناه دلوقتي ديت اتسرقت من الشخص الفلاني. وهنا جه في بالي حاجه مهمه جدا، ان الهاكرز بيكونوا عارفين ان يوتيوب على طول بياخد اجازه في راس السنه، التيم بتاع يوتيوب ودعم يوتيوب وكل الناس بتاخد اجازه في راس السنه بره مصر، فعشان كده دايما الهاكر بيعمل الخطوه بتاعته
في راس السنه او قبل راس السنه، عشان بيكون عارف ان التيم بتاع يوتيوب بيكون في اجازه، ودوت اللي كان بيحصل كل السنين اللي فاتت مع كل القنوات اللي بنشوفها. ولكن من الواضح ان يوتيوب طور الموضوع ده شويه، فالدعم بقى بيرد في راس السنه، وبقى في ناس قاعده شغاله طول الوقت، لان هم غالبا ادركوا ان في راس السنه في قنوات كتير جدا بتتسرق عشان الدعم ما بيكونش شغال. وهو الهاكرز اصلا بيكونوا قاصدين كده، بيكونوا قاصدين يسرقوا القنوات في راس السنه عشان الدعم بتاع يوتيوب مش شغال، فالقناه مش هترجع في وقت قصير عبال ما هو يكون عارف يعمل شويه مكسب من القناه دي. المهم يوتيوب بعت لي رساله بيقول لي جورج احنا سمعنا ان القناه بتاعتك اتسرقت، واللي حصل ساعتها ان القناه اتقفلت، ما بقتش موجوده على اليوتيوب اصلا، فهي ولا بقت معايا ولا بقت مع الهاكر، هي ما بقتش مع حد خالص دلوقتي. وده طمني وكان بسطني، لاني خلاص كده في حاجه راحت من على بالي ان ممكن حد يتضرر بسبب اللايف اللي نازل على القناه دوت، اللي هو المفروض هي قناتي. فانا كنت قلقان جدا من الحته ديت، عشان كده اول حاجه بلغت الناس، واطمنت شويه لما عرفت ان الشانل اتقفلت والايميل نفسه اتقفل، والايميل دلوقتي مش بتاع حد ولا مع الهاكر ولا معايا. يوتيوب طلب مني شويه حاجات زي الايميل بتاعي القديم والباسورد بتاعي القديم وشويه معلومات عشان يتاكدوا ان انا فعلا صاحب القناه، وبعت لهم ايميل دوت قالوا لي انتظر شويه وقت وهنتواصل معاك تاني. مفيش كام يوم كان يوتيوب بعتوا لي فعلا ايميل تاني، والمره دي بلينك بقى فيه بيانات كتير جدا، وانا مطلوب مني ان انا املى البيانات ديت كلها، والبيانات ديت بقى فيها ادق التفاصيل: اسمك الكامل، الايميل بتاعك، الباسورد الاخير اللي انت كنت فاكره قبل ما القناه تتسرق كنت فاتح الايميل دوت منين، واللوكيشن بتاعه بالظبط، والاجهزه باسمائها اللي كنت فاتح من عليها الايميل. لما انا ادي اليوتيوب الاجابات ديت كلها صح، اللي انا كنت فاتح من العنوان الفلاني وعلى جهاز اسمه كذا وجهاز اسمه كذا وجهاز اسمه كذا، بيتاكدوا ان انا فعلا كنت صاحب القناه. هي عامه مش ديت بس البيانات، هي فعلا كانت بيانات كتير جدا، زي لستة اسئله كتير جدا، وانا لازم ارد عليهم كلهم. رديت عليهم الاسئله ديت كلها، ورجعوا قالوا لي تاني اللي احنا هنقعد شويه وقت وهنرجع لك تاني. بعديها بكام يوم كمان بعتوا لي ايميل اللي انت دلوقتي تقدر ترجع الايميل بتاعك، ودخلت على اللينك واتبعت الخطوات وعرفت ارجع الايميل بتاع القناه، ولكن القناه كانت لسه مقفوله. فانا معايا الايميل بتاع القناه ولكن القناه ستيل مقفوله، القناه مش عارف اخش عليها. فتواصلت معاهم تاني ومشكورين، بعديها بكام يوم راحوا وبعتني لينك تاني رجعوا لي في القناه، وبقى دخلت امنت على كل حاجه. طبعا عملت فورميت لللابتوب بتاعي، مسحت من عليه كل البيانات، ما بقاش عليه اي حاجه، لان فعلا كان ساعتها عندي وسواس لان انا مش عارف ايه اللي حصل. مفيش اي ايميلات جات لي غريبه، دوست على اللينكات فيها، ولكن كذا حد قال لي اللي هو ممكن من الابلكيشنز او البرامج اللي انت منزلها بكراك، او اللي هي برامج بتبقى مدفوعه شبه بريمير او وانا بنزلها ببلاش من على الانترنت. ساعات في ملفات بتنزل بتاخد البيانات بتاعتك، وممكن البيانات ديت تكون بتتباع بشكل او اخر، وحد بيشتريها بقى اللي هو في الحاله ديت بيكون الهاكر، ويقدر يخش على القناه بتاعتي او كل حاجه بتاعتي تكون بين ايديه. ولكن هو طبعا الحاجه اللي مهتم بيها هي القناه. نشكر ربنا بكذا حاجه، اللي انا فعلا الايميل بتاع القناه دوت ما كنتش رابطه باي حاجه، فالشانل بس هي اللي اتسرقت ساعتها. انستجرام تمام، وتيك توك تمام، وكل المنصات بتاعتي تمام، حتى ادسنس اللي بيجي لي عليه الفلوس برضو رابطه بايميل مختلف تماما عن كل الايميلات. فيعني كل حاجه كانت بامان الا الشانل بس هي اللي راحت مني. والحمد لله بعد كذا يوم مع اليوتيوب سبورت عرفت ارجع الموضوع تاني. المهم اي حد الشانل بتاعته تتسرق اظن ان اول خطوه يعملها لازم هو يروح على يوتيوب سبورت على طول، لان الهاكرز اللي بيسرقوا القنوات الفتره ديت او عامه بيكونوا يعني عارفين ازاي هيخش على القناه، هيخليك مش عارف تخش عليها، وخلاص هيبقى متاكد اللي هي معاه لمده من الوقت. هو كمان بيكونوا عارفين ان القناه مش هتبقى معاهم على طول، فعشان كده بيحاولوا يعني يصطادوا الاجازات بتاعه يوتيوب عشان ياخدوا القناه لاطول فتره ممكنه. المهم لما استلمت القناه كانت كل حاجه فيها فعلا متغيره، وكاني ببدا من الصفر. كل الفيديوهات بتاعتي كانت برايفت، فالقناه كان باين هي ما عليهاش فيديوهات خالص، ما فيهاش صوره، ما فيهاش كفر، ما فيهاش اسم، حتى الاسم بتاعي مختلف. فبدات واحده واحده ارجع الفيديوهات تاني، وارجع الاسم بتاع القناه تاني، وارجع الكفر. عملت كفر جديد كمان. حاليا الحاجه الوحيده اللي ناقصانا ان احنا القناه بتاعتنا لسه مش فيريفايد لغايه دلوقتي، واحنا شغالين على النقطه ديت وبنحاول نتواصل مع يوتيوب عشان نرجع تاني التوثيق بتاع القناه. ولكن فور ناو الحمد لله ان القناه رجعت، واللي احنا لسه هننزل فيديو تاني جديد كل يوم جمعه. المهم طبعا بعد ما الشانل اتسرقت الريتش بتاعها كله واقع، فيا ريت تعمل لايك للفيديو وتكتب لنا كومنتات، وتعمل له شير لاي حد عنده شانل على اليوتيوب لو انت تعرفه، عشان يامن قناته باكتر طريقه ممكنه، وربنا يحمينا جميعا من السرقه. يعني طبعا حابب اشكر كل واحد فيكم يا جماعه دخل نبهني ان الشانل بتتسرق، او كل واحد دخل يواسيني حتى يقول لي يعني ما تتضايقش ان شاء الله هترجع. يعني شكرا لكم كلكم، وفعلا يعني كلامكم الجميل دوت هو اللي بيخليني افضل اكمل كونتنت على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. شكرا شفتوا الفيديو، واشوفكم كل يوم جمعه في فيديو جديد. سلام.